10 ديسمبر، اليوم اللي عمره ما هيتنسي أبدا. اليوم اللي الأهلي صنع فيه التاريخ وكتب فيه اسمه بحروف من ذهب في موسوعة الكرة العالمية. في ثالث نسخ كأس العالم للأندية في 2006 في اليابان وفي ملعب تويوتا بجزيرة هونشو اليابانية، أمادو فلافيو ومحمد أبو تريكة بأقدامهم الذهبية بيصنعوا المجد للنادي الأهلي علشان المارد الأحمر يحقق أول فوز ليه في كأس العالم للأندية على حساب فريق أوكلاند سيتي. زي النهاردة كده من 19 سنة، زي النهاردة يوم الحد 19 ذي القعدة 1427 الموافق 10 ديسمبر 2006. اليوم ده عمري ما هنساه ابدا، كانت ليا ذكريات جميله معاه. اليوم ده اللي المباراه بتاعت الاهلي واوكلاند سيتي كانت بتتلعب فيها الساعه 12 الظهر، وساعتها كنت في اولى اعدادي وكنت قاعد في المدرسه مركز بس مع الاهلي. يا ترى الاهلي هيعمل ايه؟ يا ترى هل الاهلي اتعلم من درس 2005 ولا لا؟ يا ترى الاهلي هيفرح الكل باول فوز ليه في كاس العالم للانديه ولا لا؟ والحمد لله في اليوم ده الاهلي نجح ان هو يحقق اول انتصار لنادي مصري عالمي في بطولة كاس العالم للأندية. عمري ما هنسى المباراة دي ابدا، وعمري ما هنسى امادو فلافيو واولى الاهداف الاهلاوية في مباراة اوكلاند سيتي، وبعدها هدف الماجيك ومحمد ابو تريكة كعادته بلمساته السحرية علشان يفرح مصر كلها مش النادي الاهلي بس. يوم 10 ديسمبر هو يوم الاهلي العالمي.